السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى إعدادي عاملين إيه؟ معاك مستر أحمد عبد الفتاح. النهاردة يا شباب هنبدأ سلسلة نماذج شهر إبريل أو امتحانات شهر إبريل أو مراجعة شهر إبريل. النهاردة إن شاء الله هنحل النموذج رقم 1. هنزل لك برضو سلسلة نماذج زي الشهر اللي فات كده، كل نموذج فيه أفكار مهمة، أفكار كويسة، فيا ريت تتابعني. وكمان أنا شغال دلوقتي بنزل لك في مراجعات آخر السنة وامتحانات متوقعة لآخر السنة، فلو انت لسه جديد تابعني، هتستفاد جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه، سواء امتحان الشهر او امتحان اخر السنه. محضر لك شويه مراجعات حلوين جدا. كل اللي هنعمله يا جماعه، كل الناس اللي على القناه معانا هنا، انزل دلوقتي حالا نعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل اشعار باللي بنعمله. كمان لو جديد اعمل اشتراك في القناه واكتب لي بتتابعني من محافظه ايه كالعاده. يلا بينا نبدا ونشوف النموذج رقم 1. بيقول اختر الإجابة الصحيحة. مربع طول قطره يا جماعة 10 سم، فإن مساحته تساوي كام؟ طبعا كلنا حافظين إن مساحة المربع تساوي، لو بمعلومات القطر بقى، نص القطر تربيع. أهو، يبقى أنا هقول يا جماعة هنا نص كده، القطر ب10، 10 في 10 ب100، 10 في 10 ب100، يعني أنا ممكن أقول نص ال100 أو نص في 100. نص ال100 كام؟ 50 سنتيمتر مربع. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون دي. يبقى نقول له هنا يا باشا 50 سنتيمتر مربع. ده كده أول سؤال معايا. يبقى كل الهدف هنا إن عايز يعرف منك مساحة المربع ومعلومات القطر. أقول له أنا حافظ يا مستر مساحة المربع ومعلومات القطر نص القطر تربيع. أما بمعلومية الضلع، طول الضلع في نفسه، لأن مساحة المربع زي ما كلنا عارفين ليه قانونين، يا إما طول الضلع في نفسه، ده بمعلومات الضلع لو معايا ضلع يعني، ونص القطر تربيع بمعلومات القطر اللي هو مديني قطر. السؤال الثاني بيقول صورة النقطة 3 وسالب 4 بالانتقال 3 وحدات لأعلى. أنت عارف يعني إيه 3 وحدات لأعلى؟ عندنا كده، كده الأعلى هنا، وكده الأسفل، وكده يمين، وكده يسار. هو الأعلى هنا، الأعلى هنا كده يعني صفر وعدد. طب وإيه العدد؟ قال لي 3 وحدات، يبقى 3 موجب. أنت عارف لو الأسفل هتبقى صفر وسالب 3. فعلى العموم هنا النقطة ده اهي، طالما الأعلى يعني النقطة 3 وسالب 4، هيبقى بالانتقال كام وكام زي ما قلنا لحضرتك؟ صفر و3. تعال بقى نحسب بقى كده. أول حاجة هتجمع التلاتة مع الصفر يطلع 3، وسالب 4 و3 سالب 1. يبقى أنت هنا هتبقى 3 وسالب 1، 3 وسالب 1 اللي هي دي كده. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الثاني. ده كده أول سؤال اختياري معانا. أول سؤال نقطتين اتنين بس اختياري. بعد كده بقية الأسئلة مقالي زي ما هتشوف مع بعض دلوقتي. يلا بينا. وده رقم 1 فيها. بيقول لي هنا أوجد مساحة المعين الذي طول قطريه 4 سم و5 سم. تمام خالص. هنا لو خدنا بالنا مساحة المعين بتساوي إيه؟ مساحة المعين تساوي هنا نص حاصل ضرب القطرين، نص حاصل ضرب القطرين، دي مساحة المعين. يبقى احنا نقول هنا نص ونضرب القطرين في بعض، 4 في 5، يبقى نص في 20. نص ال20 كام؟ 10 سنتيمتر مربع، دي مساحة المعين. يبقى مساحة المعين اللي عايزها منك هنا نص حاصل ضرب القطرين، يبقى نص ونضرب 4 في 5 ب20، نصهم كام؟ 10. السؤال اللي بعد كده شبه منحرف طول قاعدتيه 4 سم و6 سم وارتفاعه 5، أوجد مساحته. مساحة شبه المنحرف بتساوي إيه؟ لو إحنا كتبناها بالعربي، مساحة شبه المنحرف أهوت، مساحة شبه المنحرف، ركز بقى معايا كده، بتساوي نص مجموع القاعدتين، أهو نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. طب أنا دلوقتي عاوز بقى أترجم الكلام ده بالإنجليزي، فأقول هنا نص، أهو بص كده نص، ونشوف مجموع القاعدتين 4 زائد 6 10 في الارتفاع كام؟ 5. يبقى أنا هقول نص أهو، دول كام مع بعض؟ 10 في كام؟ 5. 5 في 10 ب50، ناخد نصهم بقى، يبقى 50 على الاتنين يطلع 25 سنتيمتر مربع. يبقى احنا قلنا نص مجموع القاعدتين 4 و6 في الارتفاع اللي هو كام؟ 5،
يبقى نص 10 في 5، 10 في 5 ب50، نص ال50 25 يا معلم. كده أول سؤالين في الأسئلة المقالي. تعال نشوف بقى الأسئلة كده. اوعى تكون ما عملتش لايك للفيديو ده، لو ما عملتش انزل اعمل حالا. اوعى تكون ما عملتش اشتراك في القناة، اوعى تكون ما كتبتش تعليق انت من محافظة ايه. الحركة التربيعية المثلث A B C الذي فيه، ركز بقى معايا كده، ال A ب2 و0 وال B بص يا معلم -1 و6 وال C -3 و4. وبعد كده عاوزين انعكاس محور واي، فهنعمل هنا كده A شرطة كذا وكذا، وبعدين B شرطة كذا وكذا، وبعدين C شرطة اهو C شرطة كذا وكذا. خلينا A شرطة دي نوسعها شوية، نجيبها هنا كده A شرطة اهو، نوسع الدنيا شوية. الانعكاس في محور واي، بالانعكاس في محور واي خد بالك بنعمل ايه بقى؟ الانعكاس في محور واي بنثبت الواي ونغير الاكس، يعني هنا دي اللي هتتغير يا باشا، يعني تبقى -2 والصفر كده كده زي ما هي. هنغير الاكس تبقى 1 و6 زي ما هي، دي نغيرها تبقى 3 و4 زي ما هي. نعتمد على الله بقى، نروح نرسم في الشبكة البيانية عشان تبقى عارف ده محور الاكس وده محور الواي. هنا الموجب 1 2، طبعا الرسم البياني يبقى أفضل من اللي احنا بنعمله ده. هنا -1 -2 -3 -4 -5، وهنا برضه 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 وهكذا. نبدأ يلا 2 و0 2 و0 2 و0 هنا كده. طيب بعد كده -1 و6 -1 و6 هنا يبقى في 6 بقى كده، احنا عاوزين 6 -1 و6 هنا كده. جميل خالص، يبقى دي A ودي B. ماشي نكمل أول -3 و4 -3 و4 أهي، دي C ده دي C ماشي -3 و4 دي C ودي B ودي A. وصل يا باشا كده بإيدك أهو بالمسطرة أهو، تطلع معانا بالشكل ده كده. تحاول تعمل فيه نقط بسيطة كده بس، يعني إيه عشان يبان شكل المثلث بالشكل الجميل ده كده. طيب الانتقال بقى، قصدي الانعكاس بقى، هنمثل النقط دي -2 و0 -2 و0 هنا، 1 و6 1 و6 يبقى هنا خلاص. ايه تاني 3 و4 3 و4 هيبقى هنا كده. ده لو عملناه كده هيبقى بالشكل ده. بص هنا كده كده كده، بس انت هتظلله باللون باللون ايه بقى؟ باللون الاحمر عشان ما يبقوش شبه بعض. بص ده كده هيبقى كده انعكاسه باللون الاحمر اهو. بص 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 تمام. هنقول ده بقى ايه شرطه، بي شرطه، سي شرطه. خلاص يبقى ده الشكل اللي انت شايفه، طلع شكلهم كده. هو كان كده انعكس في واي بقى كده. دي مسألة رقم 3. يقول لي ارسم A B C زاوية قياسها 100 درجة. يبقى احنا عاوزين نرسم زاوية هنا قياسها 100، خد بالك. ثم ننصفها باستخدام المسطرة والفرجاء. ازاي ترسم زاوية وازاي تنصفها باستخدام الفرجاء؟ لو انت معاك ادواتك طلع ادواتك دلوقتي، مسطرة، قلم رصاص، منقلة، برجل، واهم حاجة البرجل ده. وتيجي نبدأ بقى ازاي ارسم زاوية. اول حاجة يا جماعة بنعمل قطعة مستقيمة كده في نص الصفحة زي ما انا عامل كده. تمام تمام يا بس. بعد كده هتجيب المنقلة بتاعتك وتحطها لي هنا. المنقلة طبعا بتبقى هنا كده. جميل خالص. بتعد بقى من هنا كده 0 10 20 30 100 لحد كام بقى؟ 90 100 مثلا وليكن هنا كده. تيجي قصادها على المنقلة هنا اهو 100 هنا كده مثلا، وتحط لي نقطة قصادها كده. بعد كده يا جماعة بنشيل المنقلة اهو ونوصل دي بدي. بص 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 اهو، النقطة اللي انت كنت عاملها دي النقطة دي كده، وتعمل هنا سهم وحاول تخلي دول قد بعض، الشعاع ده الشعاع ده، وتسميها زاوية A B C. جميل خالص. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده يا باشا عايزك تنصفها. بنيجي بالبرجل بتاعنا، تقف بالبرجل اهو هنا كده، وتفتح البرجل لحد النص هنا كده. تمام؟ لحد هنا كده. تمام. يعني لحد النص بالظبط كده، وتعمل لنا قوس كبير كده. بص
الله. وتقف هنا نفس البرجل اللي انت ماسكه، مره هنا وتقف مره هنا. هتقف هنا وتعمل لنا قوس كده، وتقف هنا تعمل لنا قوس عكسه. المفروض انت هتعمل قوس يتقاطع معاه كده مثلا. فالنقطة اللي هما يتقاطعوا فيها هتوصل دي بدي كده. بص، النقطة اللي يتقاطعوا بيها توصلها برأس الزاوية اهو. هتبص تلاقي ديت 100 بقت 50 و50. 100 أصبحت كام وكام؟ 50 و50. كده نصفناها باستخدام البرجل والأدوات بتاعتها. حاول تطبق يعني المسألة ديت، اعملها كذا مرة لحد ما تتعود على الرسم. أول مرة تبقى صعبة مش عارف ترسم يا مستر، تاني مرة يعني تالت مرة الموضوع بيبقى سهل لو اتدربت عليها كويس. نفذ الخطوات دي بسرعة على الورق كمان عشان الموضوع يوصل ليك أفضل كمان. مش هسيبك كده يعني، لازما أوضح لك كل حاجة. أول حاجة تجيب المسطرة بتاعتك اهوت في نص الصفحة كده، وقلنا بنعمل هنا كده في نص الصفحة قطعة مستقيمة كده. بص أهو تظبط نفسك كده اهوت يا مستر، ونعمل ادي قطعة مستقيمة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، حاجة كده وسط على قدنا كده. دي أول خطوة. الخطوة التانية بنجيب المنقلة بتاعتنا اهو مركز المنقلة وتحطه هنا على ايه أول القطعة المستقيمة هنا كده، وتحط هنا اهو. بص شايف اهو. تظبط الدنيا بقى، عد معايا كده لحد 100. بص 0 10 20 لحد 80 90 100 اهو. 100 تمام. دي 100 أحط هنا علامة كده، يبقى أنا حطيت قصاد 100 ده اهي. شايف 100 دي كده حطيت علامة هنا كده. حلو. نشيل دي كده ونيجي بالمسطرة بتاعتنا اهو، نوصل دي بدي اهو. جميل خالص. وحاول تخلي دي قد دي يعني، دي يلا ماشي. دي كنا ممكن طولناها شوية، دي طولت عندي شوية مش مشكلة. وهنا ايه بي سي. خلاص. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده يا باشا بنجيب ادي البرجل بتاعنا اهوت. سن البرجل بيبقى هنا كده. بص سن البرجل فين؟ هنا كده. وتفتحه لي لحد نص القطعة المستقيمة هنا كده اهو. بص لحد نص القطعة المستقيمة هنا كده، وتعمل قوس زي هنا كده. بص اهو القوس ده تمام. وبعد كده يا مستر نقف فين؟ هتقف مرة هنا ومرة هنا، اللي علمت لك عليهم دول كده. هتيجي تقف هنا كده. بص هنا كده التقاطع ده، وتعمل قوس بالشكل ده، ونفس هنا وتقف هنا كده تعمل قوس كده. شايف نقطة التقاطع ده اهي؟ مكانتش مظبوطة معانا على السبورة. نقطة التقاطع دي كده ايوه. هتجيب مسطرتك تاني، جيب مسطرتك تاني كده يا باشا وتوصلهم ببعض اهو. بص يا باشا اهو. يبقى الزاوية دي ده شعاع طبعا، ممكن تسميه دي مثلا. دي بقت 50 و50. خلاص. لو انت حطيت المنقلة كده وحبيت تتأكد رسمتك صح، تحط المنقلة هنا كانت تاني كده تظبط. بص عند 50 بالظبط. شايف صباعي عند 50 بالظبط. احنا بشوات يا باشا. دي الرسمة النهائية بتاعتك، ولا تمسح أقواس ولا تعمل أي حاجة. كده يا جماعة وصلنا لنهاية النموذج الأول. ده أول نموذج لسنة أولى. منساش زي ما قلت لك اشتراك في القناة، لايك للفيديو، اكتب تعليق انت محافظة ايه عشان يوصلك باقي المراجعات سواء الشهر أو امتحانات آخر السنة، امتحانات متوقعة، مراجعات ليلة الامتحان وغيره. كل ده هيكون على القناة هنا إن شاء الله. أشوفك على خير فيديو جديد. مع السلامة.